فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. I love you Allah. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. والآن يوم كنا عظماء ألقوا نظرة. إذا جرؤت ماذا يحدث؟ أهلا بكم في العصور المظلمة، أو كما يجب أن تعرف العصور الذهبية. من تكون؟ أنا الجزري، مهندس ومخترع بارع. ظننتك قلت إنها العصور المظلمة، لكنها لا تبدو مظلمة. لأن ذلك يعتمد على المنظور الذي تأخذه يا صديقي. طبعا هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا، ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين ضياء العلم والاكتشاف أشرق على كل شيء. أية حضارة؟ الحضارة الإسلامية يا صديقي، فيها طور علماء من ديانات مختلفة بعض أهم الاكتشافات التي عرفها الإنسان حينها. اكتشافات مبنية على علم من سبقهم، لكنها مرتبطة بعالمك الحديث أكثر مما تتخيل. مثل ماذا؟ كل ما تتصوره. لابد أن أصور هذا. كنت أعلم أنها فكرة جيدة. من تكون؟ اسمحوا لي أن أعرفكم بابن الهيثم، عالم فذ أدت أفكاره إلى اختراع الكاميرا. أنت اخترعت الكاميرا؟ أنا من وضع أسس الكاميرا الحديثة بتفسيري لكيفية عمل أعيننا. لقد وجدت طريقة لإسقاط صورة على سطح آخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة، سميت بعدها القمرة المظلمة. فكروا في كل الأشياء التي تطورت من هذا الاكتشاف. الكاميرات، السينما، كلها تعمل بنفس المبدأ. رائع. أنتم في الأسفل، انتبهوا. من هذا؟ إنه صديقي الصدوق عباس بن فرناس، شغف بالسماء وآمن بأن الإنسان يمكنه الطيران. رائع. فعلا جرؤ أن يحلم بالطيران 1000 عام قبل الأخوين رايت. فعندما تسافرون بالطائرات في عطلاتكم عليكم أن تتذكروا عباس بن فرناس. استعدوا، أنا جاهز للإقلاع. مرة أنا زرت قصر غرناطة، وكان معي بعض الشباب الذين يعيشون هناك، فقال لي واحد، والناس يعني منبهرة بالذي يرونه من الترف والرقي، وكنت أقرأ بعد ما يكتب على الجدران، واحد ألماني من السياح يقول تعرف تقرأ هذا الشيء، مستغرب أنا كيف أقرأ على الجدران، هو العربية. قلت هذا هي فمعي شباب يكاد غرقت أعينهم بالدموع، يبكون على الماضي الذاهب. واحد عراقي، أحسبه عراقيا، أنا كنت بجلابتي هناك وكان الجو باردا، فكان عندي سلهام. السلهام هذا مثل البرنوس، مثل مشلاح عندكم. فنظر إلي ووجد منظري مناسبا للمكان الذي نحن فيه، فقال لي أنت من بقايا الزمن الجميل. من بقايا الوعاء أيام جماله.
فأنا قلت لهم أنتم الآن ما رأيتم إلا الجدران، هذا هو الذي ترون. كيف تظنون الأثاث الذي كان هنا؟ كيف تظنون لباس هؤلاء القوم؟ كيف تظنون حديثهم؟ كيف تظنون جواريهم وإماءهم وخدمهم؟ وأنتم الذين ما رأيتم إلا الجدران فقط، ومنذ وعيتم وهذه الجدران لا تملكونها، انظروا حسرتكم. كيف تظنون حسرة من كان يعيش هنا وقيل له خرج؟ هذا شيء ما يصعب على التصور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا يوم كنا عظما. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقات، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. سيظل للتاريخ واسم حافل، سيظل فخرا يعتلي الأجيال، سنظل خير الناس في كل الورى، فلنا العقيدة تبعث الآمال، ولنا شرائع ديننا ستقودنا نحو التألق يمنة وشمالا، نحو التألق يمنة وشمالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. يكفي إذا كان الكريم بنصره قد بلغ الراجين فيه منالا، لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة،
والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.